صباح الفل، عاملين ايه؟ الفيديو ده موجه لاي حد جاب عربيه BYD من الصين وحاسس ان هو محتاس ومش عارف يعمل اي حاجه فيها. النهارده هقول لكم على شويه ابلكيشنز اللي هي البيزك خالص اللي انت هتبقى ماشي بالعربيه وانت مش متضايق، زي جوجل مابس والراديو ومثلا سبوتيفاي او انغامي ان انت تشغل الاغاني. بس دي حاجات كده كبيزك، وانا برضو هعمل بلاي ليست او سلسله كده كل حاجه في العربيه انا عرفتها او اي حاجه تقدر تساعدك. هنحاول نشرح كل حاجه بطريقه مبسطه واي حد يقدر يعملها. الموضوع بسيط خالص، ما فيهوش اي تعقيدات. هي الطريقه ممكن تكون غريبه عليك بس هو الموضوع سهل، ما فيهوش اي حاجه ولا محتاج ان انت تروح لحد ولا تدفع فلوس ولا اي حاجه. المشكله ان انت لما تيجي تفتح اول ما تستلم العربيه وتيجي تفتح كده الابلكيشنز وبتاع، انت مثلا عايز حتى المابس اللي انستولد على العربيه بيشتغل في الصين بس مش هتعرف تشغله هنا في مصر. مثلا بس عايز تدور على جوجل مابس مثلا، بص مش هتلاقي حاجه. ليه؟ لان ده الاب ستور تبعهم. طب احنا هنعمل ايه النهارده؟ هننزل الراديو، جوجل مابس وسبوتيفاي وانغامي، وهننزل الاب جاليري بتاع هواوي اللي هو الاب ستور بتاع هواوي. ده اللي بعد كده هتقدر تنزل منه كذا حاجه. الموضوع بسيط. طيب انت محتاج ايه؟ محتاج USB ومحتاج لابتوب، وانا هحط لك الابلكيشنز كلها على لينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتعمل لها داونلود، هتحطها على USB وتنزل العربيه زي كده. وبعد كده نكمل بقى. بعد ما تنزل الابلكيشنز على USB هتيجي على العربيه وهندخل USB في البورت اللي تحت ده. هنا هتلاقيه تحت التكييف. انا مش ببقى شايفه قوي الصراحه، فبالاحساس كده اهو. خلاص USB دخلت، بتبقى بالاسلوب ده كده. وهنطلع بقى هنا على الشاشه، هتجيب الابلكيشنز بتاعتك كلها. بعد كده هتدور على حاجه اسمها فايل مانجر. هتخش على الفايل مانجر، هتلاقي فوق هنا عندك لوكال وSD وUSB. الSD ده اللي هو الميموري كارد الصغير خالص ده، برده هتلاقيه بيخش برده تحت جنب الUSB كده. وده اللوكال، ده اللوكال ستورج بتاعت العربيه نفسها. انت هتختار هنا USB. دي الUSB دي كل الابلكيشنز اللي عندي، ماشي. بس احنا النهارده هنتكلم على الراديو والجوجل مابس والابلكيشن بتاعت الاغاني. انا عايز الفيديو ده اول لما تجيب العربيه كده تنزل الحاجات دي بس كده تمشي نفسك كده. ده يعني احنا مش هنخلص من موضوع الابس والحاجات دي. دي الابلكيشنز اللي تمشي بيها نفسك وتعرف الدنيا بتمشي ازاي من الاخر. انا عايزك تتخيل معايا ان الشاشه دي عباره عن اندرويد تابلت، وبالاخص هواوي، ماشي. اي ابلكيشن عايزه ينزل على الشاشه اللي عندك فمحتاج يبقى الابلكيشن ده للاندرويد ويبقى .apk. طيب احنا عندنا هتلاقي الابلكيشن في راديو ده. انستول اب، دوس كونتينيو، انستول، دون. بس خلاص خلصنا. تيجي بقى تفتح هنا. الصراحه في ابلكيشنز للراديو كتير جدا، في راديو جاردن، وجربت حاجات كتير كده بس شكلهم كان وحش الصراحه. يعني الانترفيس بتاع الابلكيشن كان وحش قوي. ده احسن ابلكيشن انا جربته وكان الانترفيس بتاعه حلو. انت اول ما هتخش عليه هتفتح هنا الكانتري وهتختار مصر، ماشي. اول لوكيشنز جاب لك كل قنوات الراديو، نجوم FM، كل حاجه 90. في برضو حاجه جامده ان هنا بيقول لك استخدمت قد ايه من الانترنت بتاعك، ماشي. دوس فيفرت، خلاص الحاجات اهي. الصراحه الانترفيس شكله حلو ونضيف. فانا عايز احطه بره هنا. اعمل ايه؟ انا دايس هولد هنا مثلا، اد، دايس ابس اهو، ضن. بس خلاص هو بقى عندي هنا بره على طول، اجيبه على طول اهو. بس كده ده موضوع الراديو. وعايز تقفل اي ابلكيشن، بص بتجيب صباعك من تحت الشاشه كده وتروح رافع كده وتهولد، تلاقي كل حاجه. تروح اعمل كده تقفل كل حاجه. نزل بقى الاب جاليري بتاع هواوي. برضو ده بقى مهم ليه؟ ان انت هتنزل عليه كذا حاجه. برضو من هنا هننزله APK، بعد كده تدوس كونتينيو. بس هتلاقيه هنا بيقول لي ابديت لان هو اصلا اوريدي عندي، ماشي. هنروح بقى على اب جاليري، هتعمل عليه اكونت وهتختار الريجون مصر. واول بقى ما تفتح كده هتلاقي بقى ايه، اول ما تبقى الريجون مصر بتعمل عليه اكونت هتبتدي بقى تلاقي الابلكيشنز اللي احنا عارفينها، تيك توك، تليجرام، سناب شات، كل حاجه بقى ايه، والعاب وكل حاجه. بس خلاص كانه ستور بقى عادي. هتدور بقى مثلا ايه، عايزين ننزل انغامي عشان نسمع اغاني اهو. ظهر لي انغامي، هعمل له انستول
انا كده كده عامل له انستول، هفتح اوبن بس. خلاص عندك انغامي اللي على الموبايل. عندك بقى ايه اهو، عايزين نشغل اي حاجه. ممكن حته انت هنا تقسم الشاشه دي برضو جامده اهو، كانه ابل كار بلاي بس بطريقه مختلفه يعني. تعمل كده اهو اهو. خلاص انا هنا مشغل الاغاني عادي، انت ممكن تتحكم من هنا ومن هنا. ممكن مثلا هنا ايه مثلا ايه، تعال نروح لوكيشن مثلا ايه الشغل اهو بس. وفي نفس الوقت ممكن اتحكم من الطاره، امشي الاغاني وبتاع، والجوجل مابس بتاعي شغال. خلاص مش محتاج ابل لان ابل كار بلاي مش بيشتغل على الشاشه دي اساسا. بس برضو في طرق تاني برضو ممكن اقولها لكم ازاي نشغل ابل كار بلاي على الشاشه. ماشي بس خلاص هنروح على الفايل مانجر، بعد كده هنروح ننزل مايكرو جي نعمل له انستول، وبعد كده هنروح ننزل جوجل مابس نعمل له انستول برضو. خلاص كده الاتنين نزلوا عندك. هتروح على السيتنج، هتنزل على دي لينك، وبعد كده نختار جنرال، بعد كده تنزل لحد ما تروح ابس، هتنزل تحت تدور على disable background apps، بعد كده هتلاقي مايكرو جي سيرفيسز هتقفلها زي ما هو قدامك كده. انا عندي قافلها اهو. وبعد كده نروح على مايكرو جي، هنظبط شويه حاجات كده. اول حاجه هنختار جوجل ديفايس ريجستريشن، بعد كده لازم تبقى مفتوحه عندك زي ما هي عندي كده مفتوحه اول واحده. وبعد كده هتختار سيلكت بروفايل، بعد كده هتختار زي دي بالظبط اللي هي قبل الاخيره. بعد كده هنرجع هندوس على جوجل اكاونت، بعد كده هناد جوجل اكاونت، بعد كده بقى تمشي بقى ايه تحط الميل بتاعك والباسورد وتاكتف الاكونت بتاعك. وبعد كده المفروض يظهر عندك الاكونت بعد ما تخلص، يظهر الاكونت زي ما ظاهر عندي كده. ده الاكونت بتاعي اهو، تحت كلمه اكونتس الاكونت بتاعك ظهر كده. خلاص بس كده خلاص. تعالى نروح بقى على جوجل مابس. اول ما تخش على جوجل مابس هتلاقي اصلا ايه الاكونت بتاعك لوجد ان عليه، وكل حاجتك بقى موجوده عليه. وطبعا اول مره هتدي بيرميشن للوكيشن، هو طبعا ما جالناش لان انا اصلا اوريدي عملتها قبل كده وبستخدمه. بس انت عشان اول مره هيجي لك بيرميشن طبعا تعمل allow بس كده. وخلاص كل حاجه شغاله زي ما انتم شايفين كده. انا عامل الابلكيشن بالانجلش، بس انت لو حابب ممكن كمان تعمله بالعربي. هوريكم منين. هتدوس على الاسم بتاعك اللي هي الدايره الزرقاء دي، اللي هي عندي دايره زرقاء جواها ام. بعد كده هيطلع لك المنيو دي، هتنزل تختار سيتنج، تختار لانجوج، بعد كده هتلاقي اللغه العربيه اهي. بس كده كده خلاص جوجل مابس شغال عندك 100 100. ولو في اي حاجه وقفت معاك في الطريقه اللي احنا بنقولها دي قول لي وانا هرد عليك على طول. بس ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي مخاطره حتى على العربيه.